السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. سلام والتسليم خير بداية، ما دام هذا ماقفي وسراية. سلام للضيفان واهل الحلة من حيث مجلس قربوا مركاية. سلام والتسليم خير بداية، ما دام هذا ماقفي وسراية. سلام للضيفان واهل الحلة من حيث مجلس قربوا مركاية. ان جيت اسلم فالسلام السنة والصابه الدين الحنيف وصاية، وان جيت ارحب من يبا ينكرني انا مع السلمان لمبداية. وسليم ان جيت اسلم فالسلام السنة والصابه الدين الحنيف وصاية، وان جيت ارحب من يبا ينكرني انا مع السلمان لمبداية. وسليم لا جت المواقف عزوة صفي وكفي في وجوه عداية دوما. وسليم لا جت المواقف عزوة صفي وكفي في وجوه عداية. قوم سنام المجد متعلين حاضر وماضي رافعين الراية. يوم السرايا للجهاد معده هم خيرة الفرسان والرماية. عصبة رسول الله وضمن أصحابه الحظ عالي والسبيل هداية. يوم السرايا للجهاد معده هم خيرة الفرسان والرماية. عصبة رسول الله وضمن أصحابه الحظ عالي والسبيل هداية. وسليم بيت الشعر وأهل المعنى للملعبة ولا لرد هداية. لله در سليم مهما عبر منطق لساني ما يصل رضايا. هذا وانا من لابة معروفة ربعي هذيل ودارهم مرباية. هذا وانا من لابة معروفة ربعي هذيل ودارهم مرباية. تاريخهم مشهور بين العالم، اللي سمع واللي قراه قراية. أهل الثلاثة البيض وأهل العاني للجار عز وللدخيل حماية. وأنا سفير هذيل وأمثلهم والعلم من مثلي ومن شرواية. هذا وأنا من لابة معروفة ربعي هذيل ودارهم مرباية. تاريخهم مشهور بين العالم، اللي سمع واللي قراه قراية. أهل الثلاثة البيض وأهل العاني للجار عز وللدخيل حماية. وأنا سفير هذيل وأمثلهم والعلم من مثلي ومن شرواية. ولا فيه ليلة مثل هذه الليلة يقعد صداها في الزمان حكاية. هذه سليم مكرمة شاعرها عوض الله المعروف دون دعاية. يعيش أبو مشعاب. ولا فيه ليلة مثل هذه الليلة يقعد صداها في الزمان حكاية. هذه سليم مكرمة شاعرها عوض الله المعروف دون دعاية. يعيش أبو مشعاب راعي الجزلة، أسمع بصيته من زمان صبايا. واسمع مع العالم نوادر شعره ترويه عشاق القصيد رواية. يسخر بيوت الشعر ويركبها تركيب شاعر والقصيد هواية. 50 عام وزود حاز القمة حتى قنع منها وقال كفاية. واللي قنع من حاجة يملكها يبيعها للعالم الشراية. يسخر بيوت الشعر ويركبها تركيب شاعر والقصيد هواية. 50 عام وزود حاز القمة حتى قنع منها وقال كفاية. واللي قنع من حاجة يملكها يبيعها للعالم الشراية. لا والله إلا قديت يا أبو غازي، لا والله إلا قديت يا أبو غازي. بعض التمادي في الأمور غواية. وأنا من الفرحة بغيت أغني وأقول هبي يا هبوب الحاية. من الحقيقة ما يساعد صوتي وأخاف ما حد يستمع لغناية. لا والله إلا قديت يا أبو غازي. بعض التمادي في الأمور غواية. وأنا من الفرحة بغيت أغني وأقول هبي يا هبوب الحاية. من الحقيقة
ما يساعد صوتي، أخاف ما حد يستمع الغناية، لكن نويت انحت بيوت الحكمة من صخرة الحكمة ومن يمناية، اللي ضربت بها في راس العاقل يقول هذه غايتي ومناية، واللي ضربت بها في راس الجاهل يشتغلها لو ما فهم معنايا، يمكن يوصلها لمن يفهمها، مرت عليه وقد نحى منحايا، أتعبت نفسي بالمسير وخايف لا تنقطع بي في الطريق حذايا، من يفتكر في الناس ياخذ عبرة ويصير عنده بالأمور دراية، ويقيس نفسه في مراحل عمره ياخذ من أحداث الزمان مراية، والعاقل اللي يعترف بالواقع لابد للدرب الطويل نهاية، واللي انتهى المشوار ما يتساوى، عود على التقوى وعود تايه، يلا بحسن الخاتمة ترزقنا، هذا هو المقصد وهذه الغاية. السلام عليكم.